السلام عليكم. انا بس في حاجه عايز احكيها لكم، حصلت معايا لسه من شويه. دلوقتي بعد رفع اسعار الانترنت طبعا اسعار غريبه. فالمهم انا الباقه بتاعتي كانت حاجه اسمها ميجا، ودي حاجه ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها كده. انا اكتشفت ان دي حاجه انت بتتحط عليها يعني من اول ما تشترك، يعني ما فهمتش ليه حطوني عليها، بس ما علينا. المهم حطوني عليها. فبعد كده لقيت ان الميجا دي مره واحده بدل ما كانت ب 410، انا كنت فاكر عشان مثلا المكان اللي انا ساكن فيه او مش عارف حاجه كده. المهم لقيتها لا، ده هي في انواع. فببص كده لقيت ان الميجا دي في واحده اقل منها بنفس عدد الجيجات، اسمها سوبر. فقررت ان انا انقل عليها. فالمهم نقلت عليها وانا قاعد كده بالليل، وقمت فاتح الموبايل داخل على التطبيق بتاع وي وناقل عليها من مش عارف ميجا، قمت ناقل على السوبر دي. كان فاضل في رصيدي 46 جيجا. ماشي. فالمهم نقلت، قالوا لي انت عايز تنقل ومش عارف ايه، عايز تغير الباقه بتاعتك؟ قلت لهم اه. ومره واحده الاقي لك ال 46 جيجا دول طاروا، واتحط لي ال 250 جيجا جداد. طب ليه يا جماعه؟ انا ما قلتش كده، ولا في اي تحذير ولا اي حاجه. المهم قلت خلاص مش مشكله، اكلمهم يحطهم لي المره الجايه. فالمهم كلمتهم لسه من شويه، بقول له الراجل بصراحه محترم، بس انا كنت متنرفز يعني شويه، يعني الحمد لله ما حدش غلط في حد. فالمهم بقول له الموضوع كذا 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 كذا. لقيته بيقول لي اه ما هو فعلا كده. قلت له طب عايز انا يا اما ترجعهم لي فلوس يا اما ترجعوا لي الجيجات بتاعتي على الرصيد. لا ما ينفعش نعمل كده. يعني ايه ما ينفعش تعمل كده؟ انتوا كده بتسرقوني. لا ما حضرتك، ما هو اما بيحصل لما بتنقل من باقه لباقه هو ده اللي بيحصل. طب لا، ما انا المفروض انا كده ليا فلوس او ليا رصيد او ليا او. طب خليني اديني واحد من السوبرفايزرز او المانجرز او اي حاجه يحاول يعني يتصرف معايا يعني. لا ما حضرتك لو اي حد اللي هتكلمه هيقول لك نفس الموضوع. يعني ما معناه اركب اعلى من خيلك اركبه واضرب راسك في الحيط. لا والله يا فندم انا ما قلتش كده، مش عارف ايه. ما انا عارف انك ما قلتش كده، بس هو ده معنى كلامك. ده نتيجة ايه؟ دي بقى الرسالة دي يا ريت توصل لوزارة الاتصالات. دي نتيجة شغلكم، دي نتيجة اللي انتوا بتعملوه. مفيش أي منافسة، ده احتكار. انتوا المعمول ده ومحتكرة النت الأرضي والخط الأرضي. وما تقوليش لا في الشركات التانية بتقدم خط أرضي. لا ما يقدموش. اللي بيقدموه ده حاجة اسمها ماي فاي، وبيبقى واي فاي، ومثلا ده بيعملوا لك مثلا ب 300 جنيه، ده بيعملوا لك ب 800 علشان هو بيدي لك جهاز زي الفور جي كده. ماشي، تقدر تتنقل بيه في اي حته، ويوزرز ومش يوزر مش. لا ده مش زي ده. الانترنت المنزلي احتكار لوي، وهي دي النتيجه، ان مفيش اي منافسه، ان هم بيعملوا اي حاجه هم عايزينها، وفي الاخر يقول لك اخبط راسك في الحيط. هو ده في الاخر اللي بيحصل في البلد. دي بقى تصرفات كنت وزاره الاتصالات. وغير كده انا لفيت كذا دوله في العالم، ورحت وعشت في كذا دوله في العالم. عمري اول مره اسمع موضوع اللي هو انت عندك عدد جيجات معينه في الشهر دي غير هنا في مصر. انا مش عارف ليه. اي يعني عدد الجيجز اللي بتجيلي ده ما لهاش دعوه بكميه الفلوس اللي انا بدفعها. انا بدفع على الخدمه المفروض تبقى مفتوحه اي حته، اي دوله في العالم، على حسب علمي يعني، ان مفيش حاجه اسمها ليميت لعدد الجيجات في الشهر. انا بدفع اشتراك شهري. اصل الانترنت مش حنفيه فيها كميه ميه هتخلص. ايه موضوع انت عندك كميه معينه، دي عدد معين من الجيجات تستهلكها في خلال شهر؟ غريبه فعلا. وما يعني اساسا ما تستاهلش الفلوس اللي بتدفعها. وغير كده لما تخش قارن الفلوس اللي احنا بندفعها هنا في مصر بدول العالم، هتلاقي ان احنا من اغلى دول العالم في خدمه الانترنت، مع ان احنا من اسوأ الشركات بتاعه الانترنت اللي موجوده عندنا يعني. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يا ريت اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واعملوا وانشروا الفيديو ده في كل حته. ويا ريت البرامج وكله يتكلم عن الموضوع ده يا جماعه، لان هم كده احنا بنتسرق رسمي. ده وانتوا لو خدتوا بالك انا عملت فيديو لسه من قريب على موضوع القرار بتاع وزاره الاتصالات اللي هو يغلوا اسعار الباقات. ما هو دي نتيجته، هي دي نتيجته. بيحطوا ايديهم في جيوبنا ويشيلوا، يحطوا ويشيلوا. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.